الأهلي يعلن انسحابه من السوبر المصري بسبب محمود عبد المنعم كهربا. إليكم التفاصيل، ولكن في البداية صل على سيدنا محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد أو حصري. ترددت أنباء منذ قليل بعقوبة قوية جدا جدا وظالمة للاعب محمود عبد المنعم كهربا من الاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف ل 12 مباراة. 12 مباراة اتعاقب عليهم محمود عبد المنعم كهربا لسوء نيته. أول مرة في التاريخ لاعب كرة قدم بيتعاقب بالنية. هو قال كلمة الله أعلم نيتها إيه، هيتعاقب عشان الكلمة دي. الاتحاد المصري لكرة القدم بدل ما يساند لاعبيه الدوليين لا بيعجزهم وبيحطمهم. كهربا اللي الاتحاد الدولي لكرة القدم شافوا إن هو بيلعب وبيأدي عشان خاطر يسدد الغرامة اللي عليه لنادي الزمالك، فمرضيش يجدد الإيقاف بتاعه وسابه يلعب لنهاية الموسم عشان يدعموا ويساندوا ان هو يسدد الغرامة بتاعته، لان في الاخر ده لاعب كورة وجب عليك كمنظومة ان انت تسانده وتدعمه، مش ان انت توقفه 12 مباراة. فالنادي الاهلي شاف ان ده قرار ظالم وقرار ما يليقش ان هو يتطبق على لاعب في النادي الاهلي ما عملش الخطأ الكارثي اللي يستاهل قرار زي ده. 12 مباراة عشان عمل ايه؟ طب على كده شيكابالا في مباراة أسوان كان يتعاقب ياخد إيقاف مدى الحياة؟ شيكابالا اللي شتم أفظع الشتائم اللي في الدنيا في مباراة أسوان وقبلها مباراة الأهلي وقبلها مباراة السوبر، كل ده ما أخدش ربع العقوبة دي. ربع العقوبة دي شيكابالا ما أخدهاش. أنت بتطبق على كهربا عقوبة ب 12 مباراة. طيب إدارة النادي الأهلي قعدت يعني من حوالي ربع ساعة مع بعضيها واتفقوا ان هم هينزلوا بيان بالانسحاب من بطولة السوبر المصري اللي هتقام يوم 5 مايو ان شاء الله في الامارات. وعندهم كل الحق، مفروض كهربا يلاقي دعم من بلده ومن المنظومة الكروية في بلده، مش يلاقي تحطيم ويلاقي ظلم بين. أول مرة في حياتي أشوف لاعب بيتعاقب عشان سوء نيته، والله أعلم نيته إيه. هو قال حطه صح، يا ترى حط الجول ولا حط حاجة تانية؟ مش هنتدخل إحنا في نيته. روح عاقب الناس اللي بتشتم والشتائم بتاعتها بتبقى على المفتوح. محمود عبد المنعم كهربا في مباراة الأهلي والزمالك اللي أنت بتعاقبه بيها، ولا تقرير الحكم ولا تقرير المراقب ورد فيه إن محمود عبد المنعم كهربا تجاوز. وانت قبل كده قلت طالما اللعيب ما تجاوزش فيه التقرير بتاع الحكم وتقرير المراقب انا مش هاخد بفيديوهات. المرة دي انت بتاخد بفيديوهات وبالنية كمان اللي في الفيديوهات. الى هنا تنتهي حلقتنا ونلقاكم بإذن الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.